ده بودكاست مترسيني، هندردش فيه عن كل المشاكل اللي بتواجهنا، حوارات بنقع فيها أو حتى أسئلة تافهة بتيجي في دماغنا. بس طبعا كل ده في نطاق الهزار. بقولك ايه، مترسيني، يلا نبدأ. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من بودكاست مترسيني. وزي ما انتوا شفتوا طبعا من بره هو عنواننا النهاردة، بس يلا بلا خال وبلا مال. طبعا اللي مش عارف الإفيه هضطر احرقه. هو كان في فيلم بالعربي لما خال هاني رمزي كل ورث مامته يعني، ورماه برا البيت من هو طفل. طيب انا دايما بحب احلل قوي، يعني لما تحصل او لما الاقي مشكله بحب احللها قوي. فخدت بالي ان احنا عندنا كده اساسيات في المجتمع المصري ثابته، زي مثلا ان العمات دايما لازم يكونوا حرابيق واشرار. العمام لا نسأل عنهم ولا يسألوا عنا، ولا نعرفهم ولا نعرف عيالهم. الخيلان بيموتوا في أكل الورث. خالتك دايما مخلفة عيال في سنك والمقارنة بينكم أبدية. طب هو يعني ايه اللي وصلنا لكده؟ او يعني ايه اللي عمل المشاكل دي كلها؟ فانا حبيت ارسيكم. اول حاجة قلت هجيب الموضوع من البداية قوي. وطبعا كالعادة زي معظم المشاكل اللي في حياتنا بتبدأ من التربية واحنا صغيرين. طب ازاي؟ مثلا يعني هديكم مثال. عمتك لو هي بقى اخت باباك الكبير وهي اللي ربته واهتمت بيه، لان دايما زمان يا جماعة الجدات كان اهم حاجة عندهم الخبيز. فالست كانت بتولد وبعد كده بتبقى قاعدة قدام الفرن 24 ساعة بتمارس هوايتها عشان تنول رضا الزوج اللي هو جدك يعني. فمين بقى اللي هيهتم بباباك او مين اللي هيهتم بالطفل ده؟ عمتك الكبيرة. فهي اللي بتتعب فيه وهي اللي بتكبره، وهي اللي يعني هي بتتعلق بيه ان هو مش اخ، هي العلاقة كانت غلط ان هي كانت امه بمعنى الكلمة. فبالتالي باباك لما بيجي يتجوز، عمتك بتبقى شايفة ان الست اللي جاية دي هي جاية تخطفه، هي جاية تضيع مجهود سنين. ويا سلام بقى لو الأب بيعملها بحنية، فهي أكيد بتبقى عاملة له سحر ده في نظرها. وهي بتشوفها ان هي ضرتها، وبتشوف عيالهم دول عيال ضرتها لوحدها، وان هما دايما متدلعين وطالعين شبهها. ويا حرام بتقنع اخوها دايما ان مراته وعياله دول مش سهلين ومش بيحبوا له الخير، وان محدش غيرها عايز مصلحته. وطبعا بما ان هي اللي مربياه، فباباك بيبقى يعني بيبقى متأثر بكلامها جدا، وعمره ما بيقدر ان هو يغلطها. وطبعا مراته لا بتعرف تاخد منها لا حق ولا باطل. وغالبا يعني الحرب دي بتفضل مستمرة لحد ما الأطراف اللي في العلاقة دي كلهم يموتوا. نيجي بقى لعمك. زمان كانوا بيخلفوا كتير ودايما بيكونوا ورا بعض، فتحس انهم كانوا في سباق اللي هو مين هيقدر يكون عنده اكبر عدد من الاطفال ويكبر الامبراطورية بتاعته. وطبعا تنظيم في التربية، وكل واحد ما خدش وقته في ان هو يفهم ويتأسس صح. بطبيعة البشر الغيرة هتتكون وهتكبر معاهم، ولما مش هتلاقي اللي يصدها هتتحول لكراهية وغل. فبالتالي لما بيكبروا المشاكل بينهم بتكبر، لان كل واحد شايف ان التاني دايما واخد حقه ودايما هو احسن منه. وطبعا كل واحد فيهم اول ما بينفصل عن اهله او يتجوز يعني ما بيصدق انه يقطع صلة الرحم دي. فبالتالي انت بتشوف عمامك في فيديو الفرح ولو في عزا او فرح بس، فهي حرفيا بتبقى مرات تتعدى على الايد. اما بقى موضوع اكل الورث اللي الخلان بيحبوا يحلوا بيه ده، ده لان زمان هما الرجاله اتربوا على ان الولد احسن من البنت وليه لازمه عنها. و يعني انا لحد دلوقتي بقابل ناس كبيره وعاقله وبالغه شايفين ان الست دي ولا حاجه، اخرها تولد وتخلف. ان قد ايه الراجل ده يعني اعظم منها، و يعني حواء اتخلقت بس عشان تسلي الراجل وعلشان يعني تنظف وتربي. بس انا مش ضد الموضوع ده، بس ما يمنعش ان هي ليها دور في المجتمع، وانه ما ينفعش انك تبقى مثلا متجوز واحدة او مشارك واحدة في حياتها في حياتك برضو
بس ما بتاخدش برأيها، وشايف ان هي يعني ما عندهاش مخ، ما عندهاش قدرة ان هي تعبر عن رأيها. فانت يا حرام يعني مريض وتعبان في مخك بجد. ف كون الراجل المجتمع اداله الامتيازات دي والحقوق دي اكتر من الست، فهو دايما بيبقى شايف ان هي ما تستحقش اي حاجة بتاخدها، سواء ترقية بقى، فلوس، مكانة اجتماعية، ورث. عقله وثقافته المرضى بيوهموه دايما ان ده حقه هو. طبعا مش حرام لو اخد الورث ده، بالعكس ده المفروض ان احنا كمان نشكره. انا حبيت ادخل معاكم في كل التفاصيل دي عشان دايما يعني كل مشكلة اكيد بيبقى ليها حل. وللاسف حل المشكلة ده مش ان احنا نولع في كل قرايبنا او ان احنا نولع في المجتمع كله، بس على الاقل نسعى ان احنا من نفسنا، يعني احنا كشخصيات، لو انا حاسس بغل او كره من ناحية اخويا احاول ان انا اطفي الغل ده اكسره. اكيد كلنا هنبقى في يوم من الايام اهالي او مسؤولين عن اطفال. نحاول ان احنا يبقى في فرق سن كويس يدي للطفل مساحته ان هو يتقبل ان يبقى في اخ تاني. اول ما الاقي الغيرة احاول ان انا اتعامل معاها صح، احاول ان انا احولها لحب، احاول ان انا احولها ان هما يخافوا على بعض. الفكرة يا جماعة ان احنا نبقى في زمن صاحبك الغريب عنك هو سندك او هو اقرب حد ليك اكتر من عيلتك. دي بجد حاجة مرعبة قوي وتدل على ان احنا في مجتمع غير سوي. فاتمنى بجد ان كل اللي جاي ما يبقاش كده، وان احنا نحاول نكسر الموضوع ده، وان في المستقبل البعيد احفادنا ما يكونوش بيواجهوا المشاكل دي. دي كانت نهاية الحلقة الرابعة. ان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقة الخامسة من بودكاست مترسين.